أحيت ولاية شلف وتحت رعاية السيد والي الولاية عطاء الله مولاتي احتفالية اليوم الوطني للكتاب والمكتبة المصادف ل7 جوان من كل سنة، وذلك على مستوى ساحة الحديقة العمومية لمدينة بني حوة، حيث أعطى والي الولاية برفقة السلطات الأمنية والعسكرية وضيف الشرف السيد سيل هاشمي عصاد أمين العام للمنظمة السامية للأمازيغية إشارة مراسيم افتتاح الفعالية. يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. كل من والي الولاية عطاء الله مولاتي والسيد سيل هاشمي عصاد أمين العام للمحافظة الأمازيغية بكلمة حول المناسبة، قبل أن يتوجه الحضور لزيارة المعرض المخصص للكتاب والوسائط السمعية البصرية. وهذا احتفالا باليوم الوطني للكتاب والمكتبة المصادف ليوم 7 جوان من كل سنة، وهو جاء بقرار سديد من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 3 جوان 2021 تكريسا لمكانة المعرفة والثقافة في الفضاء العمومي، واستحضارا لذكرى الفعل المشين للمنظمة العسكرية السرية لجيش الاستعمار الفرنسي سنة 1962، والمتمثل في حرق المكتبة الجامعية وما تحتويه من مؤلفات ثقافية وعلمية فاق عددها 500,000 كتاب ومخطوط، فهي بالتالي جريمة دولة. بترسيم هذا اليوم الخاص بالمكتبة أننا نسعى من أن نجد أحسن السبل لارتياد المكتبات والرجوع إلى المطالعة التي هي طبعا عامل أساسي في حياة المجتمع لكي تصبح جزء من الثقافة السلوكية كما كانت في السابق، والتي تنتقل من جيل لآخر، وفي نفس الوقت لكي تعمل على تطوير ثقافة شعبنا، وكما يجب كذلك إحياء المكتبات، وهذا ما يقع حاليا، ولكن للأسف الشديد نلاحظ بأن هذه المكتبات جسد بدون روح، يعني ارتيادها في بلادنا. وفي الختام أجدد الترحاب بالضيوف الكرام متمنيا لهم جميعا إقامة طيبة. ثم اختتم نشاط هذا اليوم الثقافي بزيارة مقر الجمعية الثقافية تيفاوين. يصادف يوم 7 جوان، سوف يليه ان شاء الله غدا ان شاء الله يوم 8 جوان اليوم الوطني للفنان. نظن ان اغتنمنا فرصه نحن كقطاع الثقافه من اجل مشاركه جد فعاله في انجاح هذه التظاهره بورشات، بمعرض الكتاب، بهبه من الكتب، يعني كل هذا قطاع الثقافه بكل مؤسساته يشارك في هذه التظاهره. نظن ان قدمنا معرض جد قيم يتكلم عن الثقافه الامازيغيه، بما ان هذه المنطقه يعني هي منطقه امازيغيه بامتياز، بلديه بني حوة. نظن انه رانا نشوفوا كما راكم تلاحظوا راه كاين جمهور كبير، جمهور غفير، وهذا الشيء يشجعنا على اعاده تنظيم مثل هذه التظاهرات هنا في هذه البلديه خلال الموسم الاصيفي. وشكرا. نحن المتحف العمومي الوطني للمتحف شلف عبد المجيد مزيان، اذا كانت لنا الفرصه ان نشارك في هذا اليوم. هاجر ممثله المجلس الاعلى للشباب، نحن اليوم متواجدون ببلديه بني حوة مرافقه للسيد الوالي والامين العام للمحافظه الساميه للامازيغيه. السلام عليكم، فلا بلالي معكم ممثله المنصه الرقميه الافريقيه الاولى للافلام باللغه الامازيغيه ايسورا. دونك رانا هنا اليوم لكي نمثل ديجا الشاب الجزائري والمواهب تاعو، وثاني باش نعرفوا الناس بمنصه ايسورا اللي هي فريمون ان اسباس اللي تعطي الفرصه بوغ لي جون سينياست اي لي جون دوبلور. كطلبه جامعيين على مستوى جامعه شلف اليوم شاركنا في هذه الاحتفاليه الهامه. تنقلنا من جامعه شلف طلبه وطالبات للنشاط هذا، وين نشوفوا نشاركوا احنا كطلبه يعني الطبقه المستهدفه لقراءه الكتاب. وصراحه جمعيه إثراني شنويا او نجوم الشنوه لولايه بازا هي جمعيه مهتمه بالتراث والثقافه على مستوى ولايه بازا.
جينا اليوم باش نشاركوا هنا مع جمعية تيفاوين في هذه التظاهرة الثقافية الخاصة باليوم الوطني للكتاب. جميع أعضاء جمعية تيفاوين نرحب بالضيوف كاع اللي جونا من ولايات المختلفة. دونك بالمناسبة هذا الصالون الوطني للكتاب والمكتبة، دونك حنايا كجمعية تيفاوين شاركنا معهم في التنظيم وشاركنا بمعرض تاع الكتاب باللغة الأمازيغية. دونك الثقافة بشلف هي مبادرة جد طيبة استحسنها السكان بني حواء وثقافة بني حواء وكل الكتاب والشعراء، نتمنى لها ان شاء الله العمر المديد وتواصل في الايام ولا في الاعوام. الازرق الكبير لبيت بني حواء شاركنا اليوم في التظاهرة هذه، عرضنا مختلف نشاطات النادي ومشاركة النادي كذلك في النشاط السياحي لدار الإكرام. احنا هنا على مستوى الشاطئ مهنجاتو فتنون نكندنا تدوكل تنها الورق تانا إجلسن ميغا موال ناوال أدنى نكا موالين نغوارق أموال مغماتي هاني. جمعية الفنون وتكوين الشباب التي شاركت اليوم بمناسبة اليوم العالمي اليوم الوطني للكتاب بفرقة بهلوانية تتكون من 8 أشخاص تحت إشراف المدير العام للجمعية سعيد الرابع.